السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب تاريخيين في كل مكان، طلاب الشهادة الإعدادية في كل مكان. وطبعا النهارده يا جماعة بنكمل معاكم سلسلة حل محافظات ثالثة إعدادي على مستوى الجمهورية. طبعا بنبذل معاك مجهود كبير جدا، فنتمنى الناس ما تبخلش علينا بلايك محترم واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا مع تاريخيان. بص يا عم، محافظة الدقهلية المحافظة الثامنة بيكلمني أو مديني الخريطة في الأول وبيقول لي تاني دول العالم انتاجا للالبان يشير لها الرقم. هو مش عايز مين، هو دلوقتي بيقول لك رقم ايه على الخريطه ايه. جميل، فانا لازم اكون عارف اصلا مين تاني دول العالم انتاجا للالبان. تاني دول العالم انتاجا للالبان طبعا دوله الولايات. بس انا مش عايز الاسم وعايز الرقم على الخريطه مكانها فين. طبعا الولايات اهي رقم 2. تمام كده، يبقى رقم 2. وما تنساش ان اولى الدول انتاجا للالبان هي دوله مين؟ الهند. رقم 2. ثالث دول العالم إنتاجا لمحصول قصب السكر يشير لها الرقم. بص يا عم، ثالث دول العالم إنتاجا لقصب السكر هي دولة مين؟ الصين. طب هي الصين رقم كام على الخريطة؟ طبعا الصين رقم 4. ما تنساش إن أولى دول العالم إنتاجا لقصب السكر كانت البرازيل، الثانية كانت مين؟ الهند، ورقم 3 مين؟ الصين. رقم 3 يشير الرقم 3 إلى عاصمة نيجيريا الاقتصادية يبقى مين يا جماعة؟ طبعا لاجوس. أما العاصمة الحالية هي مين يا جماعة؟ أبوجا، وهي عاصمة داخلية حديثة. أقل القارات في عدد الأبقار يشير إليها رقم نقط. عندك رقم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، رقم 5 طبعا، وهي دولة مين؟ أو قارة أستراليا. السؤال التاني عندنا اختر، بيقول لك اكبر دول العالم انتاجا للالومنيوم. اكبر دوله هنا حدد لي، قال لي اكبر دوله. طبعا صلى على النبي يا باشا عشان هنا في تريكات محترمه كده تخلي بالك منها، ومتوقع يجي لك سؤال في الالومنيوم السنه دي بنسبه كبيره جدا. بص يا عم، اولى دول العالم انتاجا للالومنيوم طبعا هي دوله مين؟ الولايات. طب مين الثانيه؟ طبعا كندا. طب مين الثالثه؟ استراليا. طب مين الرابعه؟ اليابان. جميل. طب بص معايا كده، هل استراليا اصلا هو ايه الماده الخام اللي بتخش في صناعه الالومنيوم؟ طبعا البوكسايت. طب البوكسايت مين اولى الدول في دول انتاجا او اولى الدول العالميه انتاجا للبوكسايت؟ طبعا دوله استراليا. يبقى استراليا منتج، بص، منتج للبوكسايت وصانعه او منتجه لمين؟ للالومنيوم. حلو. كندا لا، منتجه للالومنيوم فقط. الولايات المتحده قال لك هي بتنتج البوكسايت بنسبه قليله، ورغم ده كله هي الاولى بسبب توفر مقومات صناعه مين؟ الالومنيوم. يبقى الولايات كده منتج ومصنع للالومنيوم، منتج للبوكسات ومصنع للالومنيوم. اليابان منتج للالومنيوم فقط. جميل، خلي بالك من الحته دي، حلوه قوي. اكتب صح او غلط مع ذكر السبب في الحالتين. بيقول لك ايه بقى؟ توسعت الصناعه الالمانيه توسعا كبيرا بعد الحرب العالميه الثانيه. العباره صحيحه، بسبب توافر مقومات الصناعة وتطور طبعا البحث العلمي وتدفق الاستثمارات او الاستثمارات، يعني تدفق الاستثمارات. تمام، عايز نجي هنا تدفق الاستثمارات، يعني الفلوس او المستثمرين بدأوا يعملوا مشاريع صناعية كبيرة جدا في دولة مين؟ ألمانيا. نخش على اللي بعد كده. حدد اوجه الشبه بين الزراعه التجاريه والرعي التجاري. سؤال جميل ولذيذ وسهل ان شاء الله يعني. بص يا عم، بيقول لك ايه الشبه بين الاثنين؟ نبدا له بدوله، بيقول لك الزراعه التجاريه والرعي التجاري. ايه الشبه بين الاثنين؟ طبعا الاثنين بيعتمدوا على الاساليب العلميه والتكنولوجيه الايه؟ الحديثه. جميل. بالاضافه لايه؟ بالاضافه ان الاثنين كلاهما سواء الزراعه التجاريه او الرعي التجاري يوجد بقاره انا اسف، او بدوله مين؟ الولايات المتحده الامريكيه.
والاثنين طبعا هدفهم الانتاج التجاري الايه؟ الضخم. صلوا على النبي. بيقول لك تحتل الولايات المتحده الامريكيه مراكز متقدمه في انتاج مصادر الطاقه التي تستخرج من باطن الارض. جميل. بيقول لك وضح بالامثله في ضوء ما درست. يعني بيقول لك ان الولايات المتحده تعتبر من اولى الدول انتاجا لمصادر الطاقه. بص يا عم، هنقول له ايه بقى؟ حيث تعتبر الولايات من اولى الدول المنتجه لمصادر مين؟ الطاقه. مثلا عندك هي رقم 1 في الغاز الطبيعي، ورقم 2 في الفحم على مستوى العالم، ورقم 3 فين؟ في البترول. يبقى كده سؤالك خلص يا حبيبي. طب تعالى معايا. بيقول لك استنتج اهتمام بعض الدول العالم بصيد الحيتان. ليه بنصطاد الحيتان؟ طبعا عشان لها اهميه، اللي هو الاستفاده من اللحوم بتاعتها وشحومها. وتركز معايا ان الحيتان بيتم اصطيادها من المحيطات. جميل. ما نتائج افتقار الهند للبترول وبعض مصادر الطاقه الاخرى؟ هنا بيسالني ان الهند ما عندهاش بترول او قليله في البترول او افتقارها للبترول ومصادر او بعض مصادر الطاقه الاخرى، ده ادى الى ايه؟ طبعا ادى الى اتجاه الهند ليه؟ قال لك الى الطاقه النوويه والكهرومائيه. جميل. حلو. حدد اثر تغير الانشطه الاقتصاديه للسكان جنوب غرب قاره اسيا على حرفه الراعي البدائي. السؤال ده يا جماعه تقريبا كل المحافظات اللي احنا لو انتم مركزين معانا سواء في الثمان محافظات يعتبر السؤال ده كان موجود اساسي في كل محافظه. ركز بقى معايا. بيقول لك ايه؟ ان الانشطه الاقتصاديه لسكان جنوب غرب اسيا يقصد بهم مين؟ يقصد بهم شبه الجزيره العربيه وبلديه مين؟ الشام. غيروا نشاطهم الاقتصادي، ده اثر على حرفه الراعي الايه؟ البدائي. اروح قايل له ايه بقى؟ طبعا السؤال مباشر بس دايما هي الاجابه ثابته بس بيلعب لك في صيغه السؤال نفسها. حلو. فهنا بيسالك بيقول لك ايه؟ النشاط الاقتصادي اول حاجه تدفق البترول في شبه الجزيرة العربية وتوطين طبعا مين؟ البدو، أدى إلى قلة طبعا أعداد الرعاة سواء في شبه الجزيرة العربية أو بدية مين؟ الشام. المهم فهمك للسؤال وإزاي هتعبر عنه وتمسك نفسك كده بالراحة كده وتجمع أفكارك وتكتب جملة كويسة أو تكتب إجابة كويسة وموثقة وبشكل كويس. جميل؟ تعالى يا عم. هنا بيقول إيه؟ دليل الجغرافية. حلو. على مصداقية العبارة، فالعبارة صح اديله بس الدليل. بيقول لك توجد مراكز صناعية حديثة في قارة أفريقيا. طبعا حيث توجد، تقول له بقى حيث توجد مراكز صناعية حديثة فين بقى؟ عندك مصر دي في شمال افريقيا، وعندك في جنوب مين؟ افريقيا نفسها اللي هو في الجنوب. يبقى المراكز الصناعيه يا اولاد في افريقيا موجوده في الشمال وفي الجنوب. اثرت الظروف المناخيه في جنوب نيجيريا. يعني بيقول لك ايه؟ ان الظروف المناخيه في جنوب نيجيريا اثرت على حاجتين، قال له على توزيع السكان وعلى الانتاج الزراعي. بالله عليك تركز. ظروف مناخيه اثرت على حاجه، اول حاجه توزيع السكان والانتاج الزراعي. لازم تقول له ايه بقى؟ بالراحه كده معايا يا باشا، واحده واحده كده تركز في الاجابه. بص يا عم، الظروف المناخيه ازاي اثرت على توزيع السكان؟ ادى الظروف المناخيه القاسيه، تمام كده، وعندك يعتبر النباتات الكثيفه الى قله السكان في دلتا ايه؟ نهر النيجر. طبعا حلو، بسبب برضو المناخ القاسي او الظروف المناخيه الايه؟ القاسيه. طب نخش على النقطه الثانيه، الا وهي ايه بقى؟ ايه اثر الظروف المناخيه على الانتاج الزراعي؟ تروح قايل له بص كده ان يزرع او ينمو المطاط فين؟ في الجنوب. جنوب مين؟ جنوب نيجيريا. ليه؟ بسبب وجود المناخ الاستوائي، لان المطاط بيحتاج حراره مرتفعه، ومن الاشجار الغابات الاستوائيه هو مين يا جماعه؟ المطاط طبعا. جميل. نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لك تسبق عمليه
التعدين عدة عمليات طبعا صح. ازاي بقى يا ولاد؟ بص كده، اول حاجة عندك البحث والكشف عن المعادن. 2 عملية اعداد المناجم. طب هعمل ايه في المنجم يعني يا مستر؟ بص يا حبيب قلب المستر، تعال هتعمل حاجتين: اعداد الطرق عشان ننقل الايه الانتاج بتاعنا، الطرق والسكك الحديديه، بالاضافه انك انت هتعمل مساكن للناس تنام فيها للعاملين. يقول لك تمتلك دوله تايلاند بعض الموارد والثروات التي تجعلها تساهم في الاقتصاد العالمي. ممكن نقول رقم واحد ان هي اولى، هيصعد اولى الدول انتاجا لمين؟ للمطاط الطبيعي. والمطاط ده يا ولاد بيخش في صناعه السيارات او اطارات السيارات نفسها. 2 تعد من الدول الرئيسيه المصدره للاسماك، برضه تايلاند المنتجه والمصدره للاسماك عموما. وعندك رقم 3 تعتبر من المراكز الصناعيه الحديثه فين؟ في جنوب شرق اسيا. ويبقى كده قلت له كل حاجه متعلقه في مين؟ في دوله تايلاند. جميل. ننتقل بعد كده يا اولاد، عندي بيقول لك ساهمت المراه المصريه في الدفاع عن حقوقها ومكانتها في العقد الاول من القرن العشرين. يقصد العقد الاول من القرن العشرين يبقى اول 10 سنين من القرن العشرين، اللي هو يعتبر بيبدأ من 1900 ل 1900 كام؟ 99. يبقى يقصد هنا ان التاريخ اللي ما بين 1900 ل 1909 اللي هو سنة 1907، والحتة دي بتتكرر كتير جدا. 1907 قال لك تم تأسيس مجلة الريحانة على ايد مين؟ جميلة حافظ. جميل. 2 كانت نتائج حرب اكتوبر 73 آثار سلبية على علاقة إسرائيل ببعض الدول المحبة للسلام في قارتي نقط. بص يا عم، قال لك إن حرب أكتوبر تمام كده خلت العلاقات ما بين إسرائيل والدول المحبة للسلام مش أحسن حاجة. فين؟ في أفريقيا وآسيا وأوروبا. أمريكا الشمالية لا طبعا، ولا أستراليا. عندك أمريكا الجنوبية وأستراليا لا برضه. أمريكا الجنوبية وأفريقيا ممكن أفريقيا، لكن الإجابة الصحيحة يمين طبعا آسيا. وعندك مين؟ أوروبا. ننتقل للسؤال اللي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بص يا ولاد، ارتبطت سياسة الانفتاح الاقتصادي قبل ثورة 25 يناير التي أدت إلى تدهور الأوضاع الإيه؟ طبعا سياسة الانفتاح الاقتصادي يبقى تدهور الأوضاع الاقتصادية، اللي هو إيه؟ اللي هو ثورة 25 يناير أو شهداء 25 يناير ماتوا في أحداث يناير. طب ما هو طبيعي في أحداث يناير. هنا بيقول لك سياسة الانفتاح الاقتصادي تدهورت تمام كده بسبب أول الانفتاح الاقتصادي أدى إلى تدهور الأوضاع الإيه؟ الاقتصادية. بعد كده بيقول لك شاركت انجلترا في العدوان الثلاثي. بالله عليك ركز، ايوه من فوق كده، رجع ظهرك لورا معايا، صلى على النبي كام مره. السؤال ده مهم، والحاجتين اللي قلناهم لك دول لازم تكتبهم برضه. بص يا حبيبي، بيقول لك شاركت انجلترا في العدوان الثلاثي على مصر سنه كام؟ 56 نتيجه انجازات ثوره يوليو في المجال الايه؟ تعالى بقى بالراحه معايا، صلى على النبي. بص يا عم، انت عارف طبعا العدوان الثلاثي شارك كام دوله؟ 3: انجلترا، فرنسا، وعندك اسرائيل. طب كل واحده كان لها دافع، كل واحد كان لها سبب. حلو. اول حاجه تركز معايا، هو بيسالنا على مين؟ على انجلترا. هي انجلترا ليه دخلت العدوان الثلاثي؟ قال لك بسبب تاميم مصر شركه قناه مين؟ السويس. ده اضر بمصالح الدول الاستعماريه خاصه دوله مين؟ بريطانيا. طب يا مستر، هو تاميم شركه قناه السويس ده كان في المجال نقط؟ في المجال السياسي. ممتاز يا ولا. يبقى الاجابه اهي. طب انت يا مستر عايز تضيف ايه هنا؟ هقول لك هضيف لك حاجه حلوه. بص يا عم، صلى على النبي. قال لك ان اسرائيل شاركت في العدوان الثلاثي بسبب ايه؟ ان مصر خدت بعضها وراحت عملت ايه؟ صفقه اسلحه مع الكتله الشرقيه. فطبيعي مصر بتجيب الاسلحه دي اسرائيل تفكر عشان تواجهني بيها، عشان تقف قدامي بند بند. قال لا، اتغدى بمصر قبل ما يتعشوا بيا، او اتغدى بالمصريين قبل ما يتعشوا بيا، فتخش الايه؟ تمام كده العدوان الثلاثي. يبقى كده
هو صفقة الأسلحة الشرقية دي كانت في المجال الإيه؟ في العربي والدولي. ممتاز. يبقى هنا برضو تخلي بالك إن إسرائيل شاركت بسبب المجال العربي أو إنجازات الثورة في المجال العربي والدولي. فرنسا شاركت ليه؟ لأن مصر وقفت جنب إخواتها من العرب زي مين؟ مساعدة حركات التحرر الوطني في الجزائر. يبقى ده برضو كان في المجال العربي والدولي. يبقى إنجازات الثورة كانت في المجال السياسي والمجال الدولي، دي كانت من أسباب العدوان الإيه؟ الثلاثي. ويا رب تكون استفدت من الحتة دي. بص يا حبيبي، صل على النبي. اتفقت مصر واسرائيل، صح ولا غلط؟ اتفقت مصر واسرائيل على مبدا التحكيم الدولي في قضيه طبق. طبعا. حلو. ازاي يا مستر؟ قال لك يا باشا عندك ان حصل خلاف حول منطقه وضع الحدود على مدينه مين؟ مدينه طابه. فاتفق الطرفان على حاله القضيه الى محكمه العدل الدولية. نكمل معانا صح وغلط. بيسألك بيقول لك اتفقت مصر وإسرائيل على مبدأ التحكيم الدولي في قضية طبق. طبعا صح. ليه؟ بسبب الخلاف اللي حصل على مدينة طابة. مصر أو إسرائيل تقول لك طابة بتاعتي، مصر تقول لها لا دي بتاعتي، انتوا كلك أصلا على بعض ما بقالكيش 30 سنة ولا حاجة. حلو. مصر تقول لها بتاعتي. حلو. يتخانقوا مع بعض، بدل ما يخش في حته حرب لا يقولوا خلاص هنتفق ان احنا نوصل القضيه بتاعتنا لحته اسمها التحكيم الايه؟ الدولي او محكمه العدل الدوليه. بص يا عم، السؤال اللي بعد كده دلل او ايد بالادله تشابه موقف الولايات المتحده الامريكيه في حرب فلسطين 48 وحرب الاستنزاف 69 و70. يعني بيقول لك ايه الشبه بين موقف الولايات في حرب فلسطين وحرب الاستنزاف؟ بص يا عم، اول حاجه في حرب فلسطين قال لك ان الولايات قدمت اقتراح لمجلس الامن انه يصدر قرار بوقف اطلاق الايه؟ النار واقامه هدنه عشان يلحقوا اللي ما يتسموش، لان العرب اصلا كانوا هم اللي منتصرين والغلبه لهم يعني. حلو. بعد كده قال لك في حرب الاستنزاف طبعا تدخل رئيس او وزير خارجيه بريطانيا، انا اسف الولايات مش بريطانيا، الولايات، اسمه ايه؟ روجرز، لوقف اطلاق النار وحل النزاع ايه؟ سلميا. لعبت مصر دور مهم جدا في حفظ السلام الدولي في اطار جهود الامم المتحده. بص يا عم، مصر لعبت دور في قوات حفظ السلام. هنقول حيث ساهمت مصر بقوات حفظ السلام فين يا جماعه؟ عندك 2 كاف، الكونغو وعندك الكويت وعندك العراق وافغانستان. طب بص يا عم، لو حب يرخم عليها شويه، تعالى بقى معايا بالراحه كده. الكونغو لما يجي لك شاركت مصر في قوات حفظ السلام في دوله افريقيه، تقول له مين؟ الكونغو. في دوله افريقيه بس. اما لو دوله اسيويه عندك 3: كويت، عراق، افغانستان. طب لو عايز دوله عربيه قول له كويت او عراق. جميل. بيقول لك هنا جايب لك عباره وجايب عليها سؤال، بيقول لك مصر دوله محوريه مهمه وما يجري بها من احداث يؤثر على محيطها. يعني اللي بيحصل في مصر يا جماعه بيأثر على الدول اللي حواليها. جميل. وعلى العالم كله. قال لك دور مصر من اجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه سنه كام؟ 93. هنا حدد لي تاريخ، فجاه لك ان مصر وقفت جنب الشعب الفلسطيني حيث ايدت اتفاقيه اوسلو واي اتفاقيه اخرى تنص على الانسحاب من الاراضي المحتله واقامه سلطه فلسطينيه وطنيه على ارض مين يا اولاد؟ فلسطين. جميل. نخش على اللي بعده. بص يا عم، تعال نعملها بشكل حلو كده شويه. هنا بيسالني بيقول لي ايه الارتباط او ايه العلاقه بين منظمات المجتمع المدني والقضايا الدوليه؟ نقول ان منظمات المجتمع المدني تدعيم سلطه او مواقف الدوله من القضايا الدوليه، مثل حظر الالغام، استخدام الالغام يعني. حلو. مواجهه الارهاب والحفاظ على البيئه. السؤال ده مهم جدا يا جماعه. ماشي.
السؤال ده حلو من الاسئله اللي بيجي فيها افكار كتير في الامتحان. بيقول لك ايه بقى؟ ما تقييمك لمصداقيه العباره، صحيحه ولا خاطئه؟ بيقول لك تصدت البحريه المصريه للاعتداءات الاسرائيليه في اكتوبر 67. العباره صحيحه يا قلبي. ليه صحيحه يا روح قلبي؟ ركز بقى معايا كده. صحيحه لان بص كده، تصدت او تدمير المدمره الاسرائيليه ايلات بالصواريخ البحريه. وعلى فكره عشان لو جابها لك في اختر، ان تم اصدار قرار مجلس الامن 242 بعد تدمير المدمره الاسرائيليه مباشره. حدد الدور الذي قام به الفريق محمد عبد الغني الجمصي في حرب اكتوبر 73. بص يا قلبي، اول ما تشوف محمد عبد الغني الجمصي تقول ايه؟ تقول يا باشا ان هو اختار انسب التوقيتات اللي كان لها دور في احراز النصر. انسب توقيتات الهجوم على الجبهه المصريه والجبهه الايه؟ السوريه. حبيبي يلا نكمل. السؤال بيقول لك ما العلاقه بين القوات المسلحه والحفاظ على الامن العام في بيان 23 يونيو 2013؟ بص يا حبيب قلبي، هنا القوات المسلحه عملت ايه؟ قال لك اصدرت بيان بتقول فيه ايه؟ بتقول فيه ان المسؤوليه الوطنيه للقوات المسلحه تجبرها او تحتم عليها، يعني تجبرها على ايه يا ولاد بقى؟ التدخل لمنع دخول مصر في نفق مظلم من بص الفتنه الطائفيه والاقتتال. الناس تتخانق مع بعضها سواء مسلمين او مسيحيين، الطوائف مع بعض في مصر يتخانقوا يعني. جميل جميل. سؤال 2، وده سؤال بيجي كتير جدا في الامتحان، وركز يا قلبي معايا. ظاهرة الإقطاع وسوء الأوضاع الاجتماعية في مصر قبل ثورة يوليو 52. تقول له إيه؟ تقول له يا حبيب قلبي إن ظاهرة الإقطاع أدت إلى جعل فئة صغيرة تملك وتستبد، تظلم يعني، وبقى أفراد الشعب جعانين مش لاقيين ياكلوا، فينتشر الجهل والتخلف، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاجتماعي. السؤال الثاني، بص يا حبيب قلبي، بيقول لك تبين موقف، يعني تبين يعني تناقض، يعني اختلف موقف الاتحاد السوفيتي من الصراع العربي الاسرائيلي 48 و56. نقول له ان 1948 كان الاتحاد السوفيتي من اولى الدول اعترافا بدوله اللي ما يتسموا اللي هم مين؟ اسرائيل. 1956 الاتحاد السوفيتي قال لك ايه؟ 3 على 1 ما ينفعش، عيب يا جدعان، دي مش رجوله. مش رجوله ازاي؟ ازاي انتوا الثلاثه اسرائيل وفرنسا وانجلترا تخشوا على او تعتدوا على مصر؟ انا هتدخل لو ما خرجتوش. يبقى تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل لوقف العدوان الايه؟ الثلاثي، وفعلا دي كان من اسباب فشل العدوان الايه؟ الثلاثي على مصر. بص يا عم، سؤال 2، اختلفت الاراء حول سؤال مهم قوي، مهم يا اولاد، ثوره 23 يوليو 1952. بيقول لك ان في اختلاف في الاراء. بص يا عم، هم رايين، المؤرخين يعني قالوا على ثوره يوليو رايين. حلو؟ بص يا حبيبي، واكتبهم ورايا، ملخصهم لك بشكل بسيط جدا. تعال نجيب بورده كده بيضه خالص. بيقول ايه بقى الراي الاول؟ بيقول لك ان ثوره يوليو 1952، فين بقى القلم التاني؟ لها اثر كبير على حركات التحرر، يعني ساهمت في تحرر ايه يا ولاد بقى؟ تحرر الدول العربيه بشكل عام، تمام، او بشكل خاص، والعالم بشكل عام. ومش بس كده، ده اسسوا يعني الضباط نفسهم او مؤسسين الثوره نفسهم اسسوا منظمه عالميه اسمها منظمه عدم الانحياز، او حاجه اسمها الحياد الايجابي، ولا هننضم للكتله الشرقيه ولا هنضم للكتله الغربيه. بص الاثنين يدبوا في بعض براحتهم بعاد عننا، يعني مش هندخل نفسنا في حوارات.
طب الراي الثاني يا قلبي انت وهو، الراي الثاني ده تخلي بالك منه، بيقول لك ان لم تبدا الثوره، لم تبدا الثوره، يعني الثوره ما بداتش. انت تتصرف بايه؟ بتنظيم الضباط الاحرار. امال ايه يا اولاد؟ قال لك هو كفاح، نكمل بالاحمر، هو كفاح بص بص مستمر من الشعب المصري منذ يا اولاد، منذ الثوره. ايوه افتكر العرابيه 1882، عمنا احمد عرابي الله يرحمه. حلو، مستمر من الشعب المصري 1882، وثوره 1919 اخويا سعد زغلول الله يرحمه، ثم قيام ثوره 1952. ودول الرأيين بتوع الثوره، واحفظهم مهمين جدا ويجوا في الامتحان. ويبقى كده يا اولاد خلصنا المحافظه الحمد لله يعني. انت بس ما تنساش تدعمنا بلايك حلوه كده وكومنت محترم، وان شاء الله ما تنساش ان احنا عاملين لك مراجعه ليله الامتحان لثالثه اعدادي، بنراجع لك المنهج كله طبعا، جغرافيا، مراجعه جغرافيا ومراجعه تاريخ ان شاء الله ماشي. بس ما تنساش تكتب لنا كلمه حلوه وتصلي على النبي، وسلام.